عايز تقول يا اعتراف. يلا. النهارده يا جماعه في مدرستنا كفر ميت الحرون الابتدائيه هنقدم عمل مسرحي هام مع مشاركه من مجموعه اصدقاء التاريخ في الصف الرابع الابتدائي مع طلابنا نحو تراثنا الوطني، وعملوا انشطه صفيه. هيتفضل اول حاجه هيعرفنا بالتعداد السكاني. اتفضل يا حبيبي. هي عملية حصر شامل للسكان لتحديد الخدمات التي يحتاجها فيها الحاضر والمستقبل. برافو عليك، يبقى كده يا اولاد اهم حاجه عرفنا تعدادنا السكاني واهميته، ودي محور مهم في حياتنا. ننتقل الى محور اخر وهو اتفضل عرفنا نفسك يا عبد الرحمن عن الحس. برافو عليك. قال لنا يا اولاد نقطة مهمة وهي سكان الريف، ونحن كفر ميت الحرون ضمن هذا المحور من سكان الريف، تمام كده. نيجي بقى ننتقل إلى المحور الآخر. اتفضل هيقول لنا. هتقول إيه؟ محافظات مصر شكلها إيه؟ اتفضل. برافو عليك، عرفنا أهم محافظات أساسية في مصرنا الحديث. ننتقل إلى محور آخر، تعالى هنا، اتفضل. أيمن هيقول لنا محور، اتفضل هتقول لنا إيه؟ على حسب. اتفضل. نظام الحكم ايه شكله في مصر؟ اتفضل يا حبيبي. السلطة القضائية والتشريعية وايه؟ والتنفيذية. اتفضل يا حبيبي في مكانك. ننتقل إلى محور آخر، تعالى اتفضل. هتقول ايه يا أحمد؟ الساعة السكانية هي تدبيرات عدد السكان. عدد السكان. يبقى الساعة السكانية يا أولاد عبارة عن ساعة كبيرة كده لتقديرات السكان. شكرا يا أحمد. ننتقل إلى مهام. اتفضلي يا فروع. ايه عن التصويت؟ له في انتخابات عامة وهو مسؤول عن أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب. وتحيا مصر. يبقى دي مهام يا اولاد قالت لنا مهام رئيس ايه الجمهوريه وعامله نشاط عليه. نيجي بقى على محور اخر. اتفضلي يا ولاد. مثل مواقع طبيعية جميلة. ايه؟ التراث الطبيعي يا اولاد. موقع ايه؟ برافو عليك، اللي ليها شاركه ايه؟ المناظر اللي ايه؟ الفارقه اللي ايه؟ برافو عليك وربنا خلقها. ننتقل الى سلطه اخرى. اتفضلي يا رجل. ايه؟ اتفضلي. في المحاكم. برافو عليك، يبقى ايه؟ متنوعه وفي المحاكم. ننتقل الى محور اخر. اتفضلي تعالى. البنك المركزي للتعداد الأمن والإحصاء. برافو عليك، دي بقى برضك مهم جدا في التعداد السكاني. هنختتم مع مريم عن عملنا المسرح وتراثنا. اتفضلي يا مريم، هتقول لنا ايه؟ تعالى يا احمد. سكان الحضر هم الذين يعملون في التجارة والصناعة والخدمات. شكرا. يبقى يا اولاد خلاصه كلامنا والانشطه اللي عملوها، اللي عملنا ندوه او مسرحيه، عمل مسرحي مصغر عن درس دروسنا ووحدتنا كلها، عمل عن التراث الوطني، وعملوا صور عن مهام الرئيس، عن التعداد السكاني، عن الساعه السكانيه، على نظام الحكم في مصر، على السلطات المتنوعه في مصر. وشكرا لحضراتكم.